النادي الاهلي بعت بيان لاتحاد الكوره من فتره بيقول له انا مش هلعب مباراه الزمالك بحكام مصريين ولازم تجيب له حكام اجانب عشان الكوارث التحكيميه اللي حصلت في الدوري في المباريات اللي فاتت واللي اشتكى منها النادي الاهلي. وبرضك النادي الزمالك اعلن ان هو مش هيلعب مباراه الاهلي بحكام مصريين ولازم اتحاد الكوره يجيب له حكام اجانب لانه اشتكى كتير جدا من الحكام المصريين في المباريات اللي فاتت بتاعته. طب يا عم اتحاد الكوره الفرقتين اللي هيلعبوا المباراه بيقولوا لك انا مش هلعب المباراه بحكام مصريين، ما تجيب لهم حكام اجانب وتحل المشكله وتريح دماغك وما تدخلش الموضوع في ازمه كبيره لو حصلت كارثه تحكيميه من الحكام المصريين اللي انت معينهم. لكن اتحاد الكوره دخل في عند بقى مع النادي الاهلي وخبى الخطاب بتاعه في الدرج زي ما عمل في خطاب الاتحاد الافريقي بتاعه مباراه الوداد في نهائي افريقيا، وطلع الخطاب بتاع النادي الاهلي قبل المباراه بيوم عشان يلاقي حجه ويلاقي تلكيكه يقول للنادي الاهلي معلش اصل انا لسه شايف الخطاب بتاعك ومش هقدر اجيب لك حكام اجانب لان الوقت ضيق جدا. فالنادي الاهلي قال له تمام يا عم الحاج انا بقى مش هلعب المباراه ومش هكمل الدوري من اساسه. فنادي الزمالك لقى النادي الاهلي مطلع البيان بالشكل دوت قال لك بقى اصطاد في الميه العكره وقرر فجاه ان انا العب المباراه قدام النادي الاهلي بحكام مصريين وانا تحت امر اتحاد الكوره وانا هضحي بنفسي عشان شكل وسمعه الكوره المصريه ومش انا الفرقه اللي انسحب من اي مباراه مهما كانت الظروف. ولكن من شويه سمعنا ان وزاره الرياضه اتدخلت في المشكله واجلت المباراه بكره يوم الاربعاء في نفس التوقيت، وان في حكام سعوديين وصلوا مطار القاهره عشان يحكموا المباراه بكره، وان النادي الاهلي وافق على اقتراح وزاره الرياضه بتاجيل المباراه 24 ساعه وان هي تقام بحكام سعوديين. فهل نادي الزمالك هيرفض الموضوع دوت وهيتمسك بحقه بقى وان المباراه كان المفروض تتلعب النهارده وهو جه المباراه والنادي الاهلي انسحب من المباراه وهيتمسك بالثلاث نقاط بتوع المباراه، ولا هيوافق على اقتراح وزاره الرياضه وهيلعب المباراه بكره قدام النادي الاهلي بحكام سعوديين وهيخلي نفسه شكله وحش قوي وقليل قوي هو واتحاد الكوره قدام النادي الاهلي؟